بسم الله. صلي على حبيبك النبي. خليك معايا في الفكرة الرهيبة دي. ده موصل معدني وده شبه موصل نقي. عند تحريك الزالق في الدائرة الأولى نحو النقطة B، الزالق لما يجي هنا عند النقطة B انت بتشيل من عليه المقاومة خالص، فالتيار هيجي يطلع على طول على الموصل المعدني، يبقى التيار كده ايه اللي هيحصل له؟ بالظبط هيزيد. وتحريك الزالق في الدائرة 2 نحو النقطة A يعني هنا، فالتيار وهو جاي هياخد يا عيني المقاومة كلها، ولما ياخد المقاومة كلها يعني المقاومة المتغيرة تزيد، التيار يقل. الراجل بقى بيقول لك ايه؟ اي الاجراءات الاتيه تجعل قرايه الاميتر في كل دايره تعود كما كانت. انا عندي هنا التيار زاد، طب اعمل ايه بقى في الموصل ده؟ ازود له الحراره، لان لما الحراره بتزيد التوصيليه بتقل، فالتيار يقل ويرجع زي ما كان، يبقى انا هنا هزود الحراره. طب هنا التيار قل، فازود الحراره برضو، فالحراره لما تزيد في شبه الموصل التوصيليه تزيد والتيار يزيد فيرجع زي ما كان، يبقى هنا هزود الحراره وهنا ايضا في الشريحه بي هزود الحراره، يبقى رفع الحراره في كلا الدائرتين بي وكيو. السؤال فيه شبيه ليه في النماذج الاسترشاديه، لكن انا مغيره كليا، وناخد بالنا من الفكره دي.